تعالوا نعمل مع بعض النهاردة مخلي الليفت السريع وسر لونه الوردي الجميل، وكمان القرمشة بتاعته اللي هتفضل معاكي أطول فترة ممكنة من غير ما يطرى ولا لونه يتغير أو يسود. كل ده هتعرفيه في الفيديو النهاردة بمكون واحد بس. حط فيه على المخلل وهتحصلي على أحلى شوية مخلل ليفت من غير ما يطرى ولا لونه يسمر. بصي بقى الليفتاية لونها عامل ازاي، ما شاء الله وردي وجميل جدا ومتماسكة كده ومش طرية معاكي خالص. تابعي معايا الفيديو للآخر وإن شاء الله هتعتمدي طريقتي في مخلل الليفت كل سنة. نسمي الله ونبدأ الوصفة. أول حاجة أنا هنا اشتريت 2 كيلو من اللفت وغسلتهم كويس جدا، نقعتهم لمدة ساعتين في المية، وبعد كده هو تحت المية الجارية غسلتهم ونشفتهم. اللفت بيبقى كله طينة، لازم تنقعيه الأول قبل ما تبتدي اللي انت تغسليه وتنشفيه كويس قوي، وبعد كده تبتدي اللي انت تقطعيه. انا هنا استخدمت القطاعة المشرشرة دي علشان بتديني شكل كويس كأننا كده مشتريينه من بره. لو القطاعة مش متوفرة عندك تقدري تستخدمي القطاعة العادية او السكينة، بس حاولي ان انت تقطعيه معايا زي ما انا مقطعاه كده، نص دايرة كده او على شكل نص هلال. وكمان انا هقطع منهم شوية بالطول زي البطاطس. بلاش اللي انت تقطعيه مكعبات لان هو بيبقى تخين وبياخد منك فترة طويلة. فالافضل ان انت تقطعيه زي ما انا مقطعاه كده نص هلال، او تقطعيه صوابع طويلة اكنك بتقطعي البطاطس. دي افضل تقطيعة علشان ما ياخدش معاكي سوا كتير. بصي اللفتاية الصغننة الحلوة دي يا ريت اللي انت تنقي كل اللفت يكون بالحجم ده، صغير او متوسط، لان اللفتاية الكبيرة بتكون كده فيها فراغات من جوه بتستوى بسرعة، وفي نفس الوقت بتكون طرية وطعمها مش حلو. فاول حاجة اللي احنا عشان نعمل لفت كويس لازم نختار اللفت المتوسط الحجم او اللفت الصغير. خلصت هنا بقى كل الكمية اللي عندي، هفضيها في طبق وهرش عليها 3 معالق من الملح. طب انا ليه ما حطيتش اللفت على طول في البرطمان؟ لان انا لو حطيته على طول في البرطمان هيكون فيه ريحة كده مش حلوة، وكمان مش هحصل على القرمشة اللي انا عايزاها. فعلشان احصل على قرمشة حلوة قوي، اول حاجة اللي انا هحط 3 معالق من الملح على اللفت بتاعي وهسيبه لمدة 24 ساعة ينزل كل المية اللي فيه، لان المية اللي فيه دي بتخليه يطرى بسرعة. وكمان بيكون اللفت ليه ريحة قوية زي كده سلق الكرنب او سلق الفاصوليا. اول ما بتفتحي البرطمان بتلاقي كده ليه ريحة مش حلوة. فاحنا ما نحط عليه الملح ونسيبه ان هو يصفى المية بتاعته، وطبعا بنغير المية دي فمش بيكون ليه اي ريحة، وكمان بنحافظ عليه ان هو بيكون مقرمش. هتضيفي هنا بالظبط 3 معالق من الملح، 3 معالق كبار على 2 كيلو من اللفت. انا هنا كنت مقطعاه من بالليل، سبته بقى هنا ليلة كاملة لحد الصبح او 24 ساعة. وبعد كده بصي هنا طبعا هبط شوية او نزل معاكي من الملح ونزل كل المية بتاعته. انا بقى هرمي المية دي وهتخلص منها مش هستخدمها. جبت هنا البرطمان بتاعي وعقمته كويس، يعني غسلته بالمية السخنة وسبته ان هو يصفى معايا. ما ينفعش اللي احنا نستخدم البرطمان من غير ما يتغسل ويتعقم، لان هو في الاخر بيعمل ريم من فوق، وطبعا بيخلي الطعم والشكل مش حلو. بعتذر على صوت بنوتي بتعيط وبتعمل لكم دايما ازعاج كده في الفيديوهات. المهم بقى انا هنا خدت كل كمية اللفت اللي عندي، وبين كل طبقة وطبقة حطيت فيها البنجر. ما ينفعش اللي انا احط البنجر من فوق بس، لان هي مش هحصل على اللون الوردي اللي انا عايزاه. فانا هقطع البنجر وهقطعه، حتى ممكن اقطعه بين اللفت، يعني هرصه كده بين اللفت، بين كل طبقة وطبقة هحط كام شريحة من البنجر. او ممكن اللي انت تخلطيه مع مخلل اللفت وتحطيه كله مع بعض، وده برضو سر اللون الوردي، ان البنجر بيكون مختلط مع كل اللفت، مش بس موجود بحبة من فوق او حبة من تحت بس. هنا بقى نيجي للمية. انا غليت المية كويس جدا وسبتها انها تبرد. ما ينفعش ان انا اجيب المية من الفلتر او من الحنفية واشتغل بيها على طول، لازم اللي انا اغليها واعقمها واسيبها تبرد تماما. بعد كده بقى اضيف لها المية بتاعتي واضيف لها الخل واضيف لها الشطة لو انت حابة ان هو يكون حامي. انا هنا ضفت 3 معالق كبار من الملح، وما تنسوش ان انا كمان ضفت 3 معالق في البداية. تقريبا 2 كيلو اخدوا معايا 6 معالق من الملح، 3 في البداية. بعد كده هوت لما ابتدي اضيف المية زودت 3 معالق و3 معالق كبار من الخل، او ربع كوباية من الخل. هضيف بقى هنا المية بتاعتي لحد ما تغطي كل البرطمان. لقيت هنا شوية ملح كده راسين في الطبق، فقلبتهم كويس، وبعد كده كملت بقية المية بتاعتي لحد ما غطت اللفت كله.
وده شكل البرطمان بعد ما ضفت له كل كمية المَيّة بتاعته. آخر حاجة هاضيفها هي شرايح من المنكر. بعد كده هاقفل البرطمان كويس وهاقلبه الناحية التانية عشان ما يكوّنش أي ريم، وعشان كمان كل المكونات تختلط مع بعض. هاسيبه بقى في المطبخ لمدة أسبوع أو 10 أيام، مش هافتح عليه أقل من كده. هنا بعد ما مَر عليه أسبوع ما شاء الله عايزة أقول لِك بقى لونه يجنن. هافتحه بقى معاكم علشان أوريكم إزاي اللون بتاعه وإزاي إن هو مقرمش من أول واحدة لآخر واحدة. فتحت البرطمان وطبعًا كنت قافلاه كويس عشان ما يدخلوش أي هوا. وعايزة أقول لِك ما شاء الله أول ما فتحته شميت كده ريحة تشهي، مش بقى الريحة الصعبة اللي إحنا متعودين عليها بتاعة مخلل اللفت. بُصّي بقى لونه عامل إزاي ما شاء الله أكننا بالضبط شاريينه من برّه. هافضّي هنا كل البرطمان معاكم علشان أوريكم إزاي لونه. بجد الطريقة دي تحفة، اعتمديها وإن شاء الله هتدعي لي. ولو شُفتِ معايا الفيديو لحد الآخر دوسي لايك ودوسي اشتراك لو أول مرة تشوفي القناة، واكتبي لي تعليق محفز عشان القناة تكبر بيكم، واستنيني في فيديو تاني إن شاء الله.